أما عن حكم اللغو أثناء خطبة الجمعة فقد وردت أحاديث كلها تحرم اللغو أثناء خطبة الجمعة. منها على سبيل المثال ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الحديث يدل على أن ربما يكون العمل عملا صالحا، وربما يكون القول قولا مفيدا نافعا، ولكن لا يقبل في وقت لا يحتاج إليه، لأنه إذا قال لصاحبه أنصت هو يأمره بالمعروف ويحضه على خير، ولكن مع ذلك وقع في المحظور لأن الكلام أثناء خطبة الجمعة ممنوع. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وكان إلى جنب أبي بن كعب. طبعا الكلام لأبي الدرداء. فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، فكررت السؤال ثانيا وقلت: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يكلمني أبي، وحتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبي لأبي الدرداء: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. قال أبو الدرداء: فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم جئته وأخبرته بما قاله أبي بن كعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. وفي الرواية أيضا ما يدل على أن المنع من الكلام لا من حين دخول الخطيب المسجد كما يقول البعض، إنما يكون المنع من الكلام من حين بدء الخطيب في إلقاء خطبة الجمعة. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحضر الجمعة 3 نفر، فرجل حضرها يرجو فهو حظه منها، يعني ليس له منها من نصيب، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا، فإن شاء الله استجاب له أو منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وأقوال العلماء في أن من لغى فلا جمعة له أقوالهم متعددة، وهي في صالح من وقع في المحظور. فمنهم من يقول إن اللغو في الجمعة إنما هو صيرورة إلى الظهر، يعني يقلب الجمعة ظهرا، يعني يحرم المسلم من بركة وثواب الجمعة، إلا أنها لا تقضى، وفي نفس الوقت هي كأنه أداها ظهرا، أداها ظهرا. ومنهم من قال قوله لا جمعة له أي لا جمعة كاملة له، يعني ليست كاملة الأجر والثواب. ونحن نعلم أن الجمعة لها من الثواب ما لها، وأنها كفارة لما بينهما، أي الجمعة والجمعة التي تليها كفارة لما بينهما إذا اجتنبت
الكبائر كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا